هاتيه وفي نفس اليوم هتاكليه من غير ولا يقعد يوم ولا يومين ولا تنقعيه. حطي الميه المغليه عليه وهتاكليه في نفس اليوم. طب يلا بينا هنشوف هنعمله ازاي. هنبدا كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شجعونا كده باجمل لايك منكم عشان الفيديو هيستاهل جدا لايكات كتير منكم، وكمان هنعمله بدقه تحفه جدا. تابعوا معانا الخطوات للاخر عشان في تريكات حلوه جدا هتعجبكم قوي. اول حاجه معانا نص كيلو من الترمس، بنقيه كويس جدا وبعد كده بنزل عليه الميه تكون مغليه. هنا بقى بسيبه 3 ساعات او 4 ساعات على الاقل في الميه المغليه اللي انتوا شايفينها دي اللي احنا حطيناها دلوقتي. وهنا بعد ما عدى عليه ال3 ساعات او ال4 ساعات بيبدا ان هو بيستوي معاكي 3/4 تسويه. يعني لما تيجي ترفعيه كده على النار وتسويه على النار ما ياخدش معاكي سوا كتير. زي ما انتم شايفين كده الترمسيه كده يعتبر ان هي مستويه. فهبدأ بقى ان انا اغسله غسلة كويسة جدا، وبعد كده هحط بقى حلة مية تكون نضيفة وهبدأ ان انا انزل فيها الترمس ده. وهنا هحط مكون هيخلي الترمس معاكي يبقى حلو جدا ويحافظ عليه وكمان يديكي طعم حلو ويستوي معاكي بسرعة. هي معلقة السكر. هتحطي كده معلقة سكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هيغلي غلوة وهبدأ ان انا اوطي عليه خالص النار. هنسيبه بقى يستوي هنا براحته. وبعد كده معانا بعد ما استوى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هبدأ بقى ان انا هصفيه كده وهبرده كده تحت الحنفية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم انا ابرده كويس جدا لان هو كده استوى. في ناس بتحب تسويه قوي وفي ناس بتحب يعني تسويه ان هو يبقى ترمسيه كده ماسكه نفسها. طبعا ده على حسب ما انت تحبي. زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا فضيته كده بقى في قلب بولة وهبدأ ان انا اضيف عليه بقى مية كده تكون نضيفة. وبعد كده هبدأ ان انا احط عليه بقى، طبعا احنا مش حاطين ملح خالص ولا بنحط ملح في التسوية ولا ملح في النقعة. هنا بقى هبدأ بقى ان انا احط الملح. هنحط معلقتين ملح يكونوا كبار كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهنقلبهم كويس جدا. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اقول لكم على الدقة بقى اللي احنا هنحطها الجميلة اللي تخلي الترمس تحفة جدا زي كده عربيات الترمس ومحلات الترمس اللي بيعملوه بطريقة حلوة جدا. هنحط بقى معانا معلقة من البابريكا، وهدي معلقة من البابريكا على الشطة يعني لو حابة تضيفي شطة. وهنحط معلقة من الكمون وليمونة كده كاملة، وهضيف كمان عليها معلقة من الخل. هيديكي طعم حلو جدا بقى الخل مع الليمون. عايزه اقول لكم هيخلي الترمس تحفه جدا. هنبدا بقى ان احنا بنحط كده بقى وتكون بقى معلقه نضيفه او كبشه كده نضيفه تخليها كده للترمس. وهنا بقى كان عندي الحمص اللي هو العلب دوت، فحبيت ان انا اصفيه واضيفه برضو ميكس كده ما بين الترمس والحمص فكان عندي فقلت ان انا اضيفها معاهم. طبعا انتي ممكن تجيبي من عند العطار حمص وتعمليه في البيت بيبقى احسن طبعا وبيبقى طعمه جميل جدا وما بياخدش وقت معاكي ولا اي حاجه. بتغليه وعلى طول بتبداي ان انتي بتحطيه عليه. عايزه اقول لكم في ثواني بيستوي معاكي الحمص ما بياخدش وقت زي الترمس. هنا بقى زي ما انتم شايفين بقى ميه الترمس تحفه جدا بجد طعمها تحفه. عامله كده زي اكنك عامله حمص الشام بجد رهيبة وطعمه تحفة جدا. جربوه واثقة ومتأكدة ان هيعجبكم جدا. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغاية هنا وعجبكم الفكرة شجعونا كده باجمل لايك منكم وكومنت حلو منكم واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديدة وكل حاجة بننزلها توصلكم على